هنعمل النهاردة مع بعض وصفة بس سهلة وبسيطة وطعمها حلو قوي. البطاطس المحشية باللحمة المفرومة ممكن نعملها بربع كيلو، نص كيلو، زي ما تحبوا. ما بتاخدش وقت في عمايلها، ومش محتاجين نعمل بقى جنبها حاجة غير شوية رز وطبق سلطة، وتبقى وجبة لذيذة جدا. يلا بينا نعملها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. هنجيب البطاطس اللي هي بتاعة الحشو، بيبقى حجمها صغير شوية. لو اللي موجودة عندكم كبيرة ممكن نقسمها نصين. نقشرها بقى ونغسلها كويس، ونبتدي نفرغها من جوه، يعني نقورها من جوه بالراحة. بس يعني نتعامل معاها بالراحة عشان ما تتكسرش. وحاولوا طبعا ما توصلوش بالمقور للآخر. وهنيجي في الآخر كده وهنشيل منها شريحة صغيرة من الناحية التانية، عشان نعرف نوقفهم كلهم في الصينية جنب بعض. قلب البطاطس اللي طلع هناخده ونحطه في مية على طول علشان ما يسودش. ونجيب بقى البطاطس ونحمرها في شوية صغيرة من الزيت. عايزين نحمرها من كل ناحية، من الجوانب بتاعتها ومن تحت، لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. نشيلها نحطها في مصفى، ونحط قلب البطاطس بعد ما صفيناه كويس من المية. عايزين برضو نديله تحميرة بسيطة كده في الزيت. وبعدين نطلعه نحطه في مصفى يتصفى من الزيت براحته، على بال ما نجهز بقية المكونات بتاعتنا. في طاسة سخنة على نار عالية هننزل باللحمة المفرومة. عايزين نديها تشويحة سريعة كده. كمية اللحمة زي ما تحبوا، نص كيلو، ربع كيلو، على قد كمية البطاطس اللي هتعملوها. ممكن تستعملوا ربع كيلو مثلا، وتزودوا بقى من الخضار شوية، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. هنسيبها بقى لحد ما لونها يغير وتبقى كلها لون واحد. ونحط عليها بصلة كبيرة متقطعة صغير، نشوحها تشويحة مع اللحمة تدبل بسيط. وبعدين نضيف عليها جزرتين متقطعين مكعبات صغيرة قوي، واتنين أو تلاتة من الفلفل الرومي برضو متقطعين صغير قوي. وهنشوحهم مع بعض شوية، الخضار ياخد لسعة بسيطة. زودوا من البصل والخضار زي ما تحبوا، بيدوا طعم حلو قوي للحشوة. هنتبلهم بقى بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر والكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من القرفة والبصل البودر. لو مش حابين طعم القرفة ممكن تستغنوا عنها. نقلب كله مع بعضه ونظبط طعم الملح زي ما بنحبه، ونسيبها بقى على نار هادية اللحمة تستوي. وبعدين نقفل عليها ونسيبها على جنب شوية، ونجهز صوص الطماطم. هنجيب معلقة من السمنة ونحط عليها بصلة صغيرة مفرومة، نقلبها في السمنة تدبل بسيط. وبعدين نحط عليها فصين من الثوم مفرومين ناعم، نشوحهم بسيط مع البصل لحد بس ما ريحتهم تطلع. وبعدين نضيف عليهم كوبايتين من عصير الطماطم ومعلقة كبيرة من الصلصة، ونحط عليهم شوية توابل حلوين. هنحط ملح وفلفل أسمر، كزبرة ناشفة، وتوم باودر، ونص معلقة صغيرة من السكر. نقلبهم مع بعض ونظبط طعم الملح والتوابل زي ما نحب. وهنسيبهم على نار هادية الطماطم تغلي وتتسبك شوية، بس مش عايزينها ناشفة قوي، عايزين يبقى فيها شوية من الصوص كده، بالشكل ده. كده خلاص كل حاجة خلصت وبقت جاهزة معانا. هناخد بقى شوية صغيرة من صوص الطماطم ونحطهم على حشوة اللحمة المفرومة، ونقلبهم معاهم. بيطعم اللحمة وبيديها طعم حلو قوي. وبعدين نجيب الصينية بتاعتنا ونحط برضو فيها شوية من صوص الطماطم، نوزعهم فيها كده يغطوا قاعدة الصينية كلها. ونجيب قلب البطاطس وناخد معلقتين أو ثلاثة من حشوة اللحمة المفرومة، ونقلبهم مع قلب البطاطس. وبعدين نفردهم يغطوا قاعدة الصينية كلها. عايزة أقول لكم طعم قلب البطاطس ده مع شوية اللحمة اللي حطيناهم، ولما كمان يتشربوا من صوص الطماطم وكله يتسبك مع بعضه، بيبقى طعمهم خطير، أحلى كمان من طعم البطاطس نفسه. هنحشي بقى البطاطس باللحمة والخضار، وحشوها بكمية كويسة عشان ما تبقاش فاضية من جوه. نخلص حشو كمية البطاطس كلها، وبعدين نرصها جنب بعضها في الصينية، ونحط عليها بقية صوص الطماطم كله، وندخلها فرن درجة حرارته متوسطة. المكونات كلها تتسبك مع بعضها والبطاطس تكمل سواها. ممكن تغطوها بورق فويل أول نص ساعة عشان البطاطس تستوي كويس. وبعدين نشيل الغطا ونسيبها بقى تكمل سواها وتتحمر من على الوش بالشكل الحلو ده. نطلعها ونزينها بشوية من البقدونس أو شوية من الكزبرة الخضراء، ونقدمها وهي سخنة جنب شوية رز أبيض أو رز بالشعرية، بيبقى طعمها رائع. الصوص بقى اللي من تحت ده خطير، طعمه حلو جدا. جربوها هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير،
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله، وأشوفكم على خير.